هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة وعافية يا ربي. فطورنا اليوم مرقة حمص وتمن. سويت لكم شوربة البصل بطريقة تجنن، وسويت لكم حلاوة الطحين مال ايام زمان اللي كانوا امهاتنا يسووها لنا. هنا أنا عندي مثل ما شفتوا بالبداية الحمص واللحم سويتهم بالبداية، وهسه هنا أنا عندي شنو المعجون، ضفت عليه بهارات مال قيمة وفلفل اسود وبهارات 7 وشوي ضفنا زيت. راح نحمسهم حمسة زينة وبعدين نخليهم على الحمص مالتنا. انا هاي طريقتي بالمرقة مالت الحمص اذا اسويها باللحم، بس اذا اسويها باللحم لا اسويها بغير طريقة، يعني العفو بدون لحم اسويها بغير طريقة، تطلع طعمها كلش طيب وما تظل زفرة نهائيا. مثل ما شفتوا انا بالبداية اللحم حمسة كلش بسيطة انطيته. وهنا ورا ما كملت عندي المرقة مالتنا ضفت عليها الهيل طبعا. هنا راح اسوي لكم حلاوة الطحين. عندي نص كوب من الطحين، خاشوقتين حليب، خاشوقة نشا، ونص كوب شكر. ما دام ضفنا نص كوب طحين لازم نص كوب شكر، نفس الكمية. نخلط المواد الجافة بهالشكل هذا. وهذا كوب الشكر راح اخليه بمي اني واخففه، يعني مثل اخلطه. هنا أنا شنو عندي نص قالب زبد اضيف وياه شوية زيت على مود ما يحترق عندنا لحد ما يذوب، ونخليه على نار وسط يذوب، لان اذا خليناه على نار عالية راح يحترق عندكم الزبد وينطيكم نكهة مو طيبة. وحبايبي اذا عجبكم الفيديو اتمنى منكم اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل ما هو جديد. واحب اعتذر على اللي ما جاوبتهم بالتعليقات بالفيديو اللي فات، لان النت هاي الكم يوم كلش تعبان عندنا وضعيف، فما اقدر اجاوب على التعليقات. ما اعرف ليش دائما يطلع لي اعادة محاولة. هنا أنا ورا ما ذاب الزبد ضفت الكمية مال الطحين، وضروري نخلي كمية الزبد والزيت تكون يعني هواية على مود ينحمس عندنا زين. هنا أنا صار عندنا اللون مالته بني وسط، راح نحمسه بعد شوي وبعدين نضيف له المي والشكر والهيل. أنا أخلطهم سوية، أذوب الشكر ويا المي وأخلي الهيل وياه على مود ينطيني نكهة كلش طيبة. وإذا تسألون قد استعملت مي راح أقولكم إنه أنا استعملت كوبين ونص من المي. وبعد نوعيات الطحين تختلف، أنا هذا الطحين أخذ مني كوبين ونص مي، لأن أنا سويتها خفيفة ما سويتها ثخينة. ما نحبها احنا ثخينة كلش، لازم شوية يعني تكون لينة عندنا. هنا على نار ناصية كلش وندير ونخلط نخلط نخلط خبط خبط لحد ما تطلع عندنا، نخلص من التكتلات كلها. المهم الخبطة اللي بالبداية السريعة هي راح تخلصنا من التكتلات. أما إذا جيتوا وخبطتي على كيف فراح يصير بيها تكتلات ونوب، لازم تستعملين محضرة الطعام. أنا هسه صار بيها تكتلات كلش بسيطة، نقدر احنا نعوفها إذا ما عندنا الهراسة، بس أنا متوفر عندي الهراسة سويتها بيها. والبارحة الفيديو نزلت لكم فيديو الكيك عدته أكثر من مرة، لأنه أنزله وينمسح ما أعرف خلل بالإنترنت أو بالحساب مالتي، فآخر شي نزل ما أعرف شلون لأن قلت لكم النت كلش تعبان هاي الكم يوم. هنا قلت لكم صارت بي شوي تكتلات خلطتها بمحضرة الطعام أو بالهراسة اليدوية اللي نخلط بيها الشوربات. صار عندي بهالشكل بنات ريحته ترست البيت وطعمه يجنن. نزينها بأي شيء انتم متوفر عندكم، وتقدرون تتركونها بدون تزيين عادي. اللون مالتها على شقار فاتح وطعمها ذايب هيجي تذوب بالحلق. هنا راح نسوي شوربة البصل. عندي حبة بصل كبيرة، شوية من الجزر، نص حبة بتيتة ونص حبة فلفل، وأكيد ماجي الدجاج اللي سويت أنا. نضيف شوي زيت، والشي الأساسي اللي هو أكثر شي البصل، لأن هي شوربة البصل. طبعا أكو طرق هواي شوربة البصل، بس أنا هاي على طريقتي اللي يصير طعمها طيب ونقدر نتقبلها، يعني لأن أنا مجربة شوربة البصل بغير طريقة طعمها مو كلش، بس هاي الطريقة عجبتني وعجبت عائلتي بالبيت. هنا عندنا اختيار، نقدر نستبدل العدس والشعرية بخاشوقة طحين، بس أنا ضفت عدس وشعرية، خاشوقة بخاشوقة. نقدر نستبدلهم قلت لكم بخاشوقة طحين. البهارات فلفل أسود وكركم وبهاراتنا مالت الشوربة ضفتها. نعطيها حمسة بسيطة بهالشكل هذا، ونضيف عليها المي ومكعب الماجي مالتنا، ونخليها على نار عالية تفور، وننور نص النار ونضيف لها الملح وفلفل حار انتم بكيفكم، اذا تحبون ضيفوا. هنا ورا ما استوت المكونات كلها عندنا اكيد راح نضربها يا اما بالخلاط يا اما بالهراسة اليدوية.
وتصير عندنا بهالشكل هذا. نخليها تقريب ورا ما نخلطها 5 دقايق على نار ناصية كلش، انتم بعد الثخن اللي تردونه انتم. وهنا العصير مالتنا عصير توت، طبعا عصير جاهز هذا، مو انا مسويته بالبيت. نقدم المائدة مالتنا بالاشياء اللي موجودة عندنا، مو شرط الا نجيب شغلات من برا، ومو يومية لازم نسوي لحم ودجاج وسمك. اشياء واحد مرات يشتهيها مثل مرقة الحمص، مثل الفلافل، مثل النواشف، واحد يكون عنده شوي تغيير. وهذا كان فطورنا، واكيد اقولكم سهمكم العافية وصيام مقبول وافطار شهي ان شاء الله، ومع الف سلامة. انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد.